مش هتصدقوا مين اللي حضر فرح كروان مشاكل، ومش بس كده، ده مفاجأة كبيرة أو كارثة بالنسبة له حصلت له بسبب الزحمة والمتابعين اللي كانوا موجودين، اللي قال لهم لفظيا وحرفيا محدش يجي عشان مش هتدخلوا. خناقات كتير من بلوجر اتمنعوا من الدخول، خناقات كتيرة من ناس حضرت كانت مشاهير ومعروفة واتمنعوا بسبب رسالة مسيئة كروان بعتها لهم وهو قاعد على الكوشة. اللي حصل تفاصيل نشوفها مع بعض، بس في الأول صلى على النبي. طبعا احنا عارفين ان النهارده يوم عظيم بالنسبه لكروان، وهو يوم فرحه، الفرح اللي هو قعد اسبوع يا دوبا في الخطوبه، قرا فاتحه ولبس الشبكه واتجوز، كل ده خلال اسبوع او في نهايه السنه. حرفيا كانت نهايتها سعيده على كروان. طبعا ناس كتير قالت ان الفرح ده فيك وقالوا ان هو ترند، بس للحقيقه هما اتنين في واحد. الفرح ده حقيقي وفي نفس الوقت ترند، يعني مصلحه ما بينهم وكل واحد بعد كده هيروح لحاله. تشبه بالظبط حديدة محمود حديدة لما طلع هو ومراته وقال ان هما بيحبوا بعض، وبعد كده كل واحد فيهم ساب التاني. ده نفس الطريقة بالظبط، ان هما بيحبوا بعض وعايشين قصة حب عظيمة جدا من ستوريهات وفيديوهات بيعملوها مع بعض. وهو في الحقيقة كروان قالك انا لسه متعرف عليها امبارح وهقري الفاتحة النهاردة وبكرة هلبس الشبكة وبعد 4 ايام هتبقى الدخلة. كان الكل مش مصدق، عشان كده قال عليه فيك. المهم ان وقت تحديد فرح كروان قالك انا عازم كل الفنانين، منهم محمد رمضان، منهم محمد عادل امام، ابن عادل امام، محمد امام، وكمان قال شوية بلوجر كتير. وقالك اللي هيحضر غير اللي انا ذكرت اسمهم مش هيدخلوا لي الفرح. ليه؟ لان انا جايب جردات والقاعة مكانها اتسرب، فعشان كده انا بحذركم من دلوقتي. حرفيا محدش سمع الكلام، وهيظهر قدامك صورة ولقطات من فرح كروان والمكان زحمة جدا وعطلوا الشارع بأجمعه. ده خلاهم يستدعوا للحكومة بسبب ان هم بيعملوا ازعاج للطريق العام. مش بس كده، فعلا محمد رمضان حضر وكمان محمد عادل امام حضر، بس مش هم الاصليين اللي شبههم. طبعا احنا معروف عندنا في مصر اي فنان عندنا الشبيه ليه، يعني انزل بيه في وقت الزنقة. وحرفيا دولت اللي ظهروا لسه شبيهة لسه ظهرت، وشبيهة الفنانين ومغنيين كتير ظهروا. وده عمل ذعر كبير او غضب كبير عند المتابع اللي كانوا رايحين على اساس ان الفنانين دول هيبقوا موجودين. فبدأوا ان هم يهاجموا كروان قدام الكوافير وهو بيستلم العروسة زي ما ظاهر قدامكم، والناس قعدت تشتمه وتقول له فان عادل امام يا كذاب، فاني عادل امام يا، وقلة أدب بقى بدون ذكر الألفاظ اللي اتقالت. مش بس كده، ده كروان كمان قرر ان هو يستثمر في عروسته وجايب لها الايفون اللي نازل جديد. ومش بس كده، ده قال لها علشان تعرفي تصوري وتعملي فيديوهات براحتك، يعني انا اصرف من هنا المحصول وانتاجه يرجع لي من هنا. حرفيا لأول مرة اقول لك كروان عنده حق. كروان دايما كان اي حد بيتكلم عنه يقول له مش هتتشهر، انتوا بتحكوها عشان عايزين تتشهروا على حسي. وحرفيا لاول مره نسمع عن عيله شعبان عبد الرحيم. طبعا احنا ما كناش نعرف غير ابنه عدويه، اتفاجئنا ان العيله ليها 5 اولاد تانيين، وحرفيا اتشهروا كلهم على حس كروان. يعني لما كروان يجي يقولك انت بتحكها علشان تتشهر، اعرف ان هو عنده حق. الفكرة بقى ان انا اتفاجئت بكمية الناس اللي حضرت، شفتها عن طريق اللايفات اللي مفتوحة على التيك توك. ناس كتير موجودة هناك من متابعين كروان، وكلهم فاتحين لايفات، وعدد الناس الموجودة في اللايفات تعدي بال40 وال50 ألف متابع أو مشاهد للفرح بتاع كروان. بالإضافة إن في ناس مرضتش إن هي تنفذ الدعوة وتروح، واستكفوا إن هم يحضروا عن طريق اللايفات اللي هتتفتح. أنا عن نفسي اتفاجئت جدا من كمية الناس اللي راحوا حضروا الفرح بتاع كروان أو المتابعين كلهم اللي حضروا. ولما لقيت كروان فعلا بيقول إن هو هيجيب بودجارد، أنا من بيني وبين نفسي وقلت ليه هو الفرح هيحضر فيه حد؟ أكيد هتحضروا أنت وعروستك أو أهلك وأهل عروستك. معرفش إن فعلا الفرح هيبقى زحمة بالشكل ده. العريس والعروسة هما نفسهم مش عارفين يتحركوا في الفرح، وفي اللايف من ضمنهم بيقولوا ان فستان العروسة اتقطع من كمية الناس والزحمة اللي حواليها. ناس داسوا عليه وهي ماشية، فالفستان ديل الفستان اتقطع. قولي انت من الناس اللي كان نفسك تحضر فرح كروان، ولا انت مستكفي باللايف؟ اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.